صلوا على النبي فراولاتي، كل سنة وانتم طيبين. يلا نعمل مع بعض النهارده اجمد وصفه للبسكويت بتاع العيد. هنعمل بسكوته مقرمشه دايبه دوب كده، كمان هنعمله اقتصادي بالسمنه. اول حاجه كده انا هشتغل بالمضرب السلك بتاع العجان، يعني هشتغل في العجان. اول حاجه كده عندي كوبايه من السمنه، تكون سمنه بارده، يعني ما تكونش سمنه متجمده معاكي من التلاجة، تكون متجمده جامد، ولا تكون سايحه من المطبخ. تكون السمنه جامده معاكي كده بس تضغطي عليها تبقى طريه. على كده كوبايه من السكر المطحون، وده سكر انا طحناه في البيت عشان اللي بيجي من بره جايز بيكون عليه نشا. عليهم معلقتين من اللبن البودر. اللبن البودر بيوديلك طعم البسكوتة في حتة تانية خالص، بيديكي طعم حلو قوي قوي، وبيدي البسكوتة كمان لون حلو قوي كده لما بتستوي. كنت كل شوية بوقف العجان كده وببدأ ألم الأحرف بتاعة الخليط كده علشان يعني أبقى ضامنة إن القوام كله يبقى واحد. تمام كده، وهبدأ تاني أشغل برضو العجان تاني. تقدري بقى بالمضرب السلك، بالمضرب الكهربائي، بايديكي تربي كده السمنه مع السكر لغايه ما تنعم تماما وتعمل معاكي فوم كده. بس ديت بتاخد معاكي وقت شويه، اللي هي انت تعمليها بايدك، ان انت تشتغلي بايدك. خلاص بقى ما شاء الله وصل للقوام اللي انتوا شايفينه دوت كده. عندي بقى حبايتين من البيض كده بدرجه حراره المطبخ، ما ينفعش يكونوا جايين من التلاجة. ده كل بيضه معايا هتاخد باكو من الفانيليا، او اقل من ربع معلقه صغيره كده من الفانيليا. دي فانيليا بودره. حطيت بيضة بعد بيضة كده ما اختفت، حطيت التانية وسبتهم برضو مع بعض كده بقى ايه كده لمدة 6 دقايق. بقى الخليط بالشكل القمر ده. الخطوة دي مهمة قوي علشان البسكوتة تطلع معاكي ناعمة. دول 400 جرام كده من الطحين، ده طحين متعدد الاستخدامات، او تقولي له عايزة طحين للكحك والبسكويت. لو طحين اول مرة هتشتغلي بيه او دي لا بلاش. حطيت هنا كده عليهم ربع معلقة من البيكنج باودر وهبدأ اقلب. يعني لو دقيق اول مرة هتستخدميه بلاش. لو انت مش مجرباه قبل كده في الحلويات. حطيت بقية الكمية بتاعت الدقيق بتاعتي، وهبدأ برضو اقلب كده، وما بتعجنش ولا حاجة، انت يا دوب بس بتلمي المكونات كلها كده مع بعضها بس مش اكتر. شلت المعلقة بقى لاني مش هتلم الموضوع معايا، وبايدي كده قلبت ايه الخليط مع بعضه بقى بالشكل القمر ده. انا هشتغل هنا كده بالشكل دوت كده. ده قمع البسكويت بيجي من عند اي حد عنده مستلزمات ادوات حلواني يعني. هشتغل بقى بالكيس كده، وهبدأ بقى كده جبت صاج فاضي مش مدهون اي مادة دهنية ولا اي حاجة. شغالة الفرن على درجة حرارة 180، وحاطة الصاجة بتاعة الفرن في النص. هخلص بقى الكمية كلها كده زي ما انتوا شايفين. تكون سهلة بسيطة على فكرة، ممكن تعملي كمية كبيرة قوي قوي مش هتتعبي ولا حاجة يعني ان شاء الله. قعد في الفرن معايا هنا كده لمدة 25 دقيقة، وما تشغليش عليه الشواية. هيطلع معاكي بالشكل القمر اللي انت شايفاه ده، تحفة. بسكوتة حلوة قوي، ما فرش معانا في الفرن، وخفيفة ودايبة كده ومقرمشة، وكمان بتشرب الشاي كده ما شاء الله. يعني لو عجبكم الفيديو شيروه. كل سنة وانتم طيبين، باي باي.